الله 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 على الجمال والحلاوة، شايفة الطراوة؟ بسم الله ما شاء الله، لقمة معجونة بحاجة يعني باللبن اللي قاطع اللي انت كنت جاية تغليه راح ربط منك. زي ما انت شايفة كده، كنت جايبة كيلو لبن بغليه لقيته ربط مني كده، بس كان ما شاء الله لبن فلاحي، فمطلع كمية يعني لبن متكتل كده حلوة. تمام. حطي بقى في الخلاط او اضربيه بالهاند بلندر، وهنحط عليه هو طبعا دلوقتي دافي. تمام. يعني انا اصلا كنت ناويه اعمل لكم الكماك ده، فلما لقيته قطع كده قلت هي بقى ايه فرصه واستغلها. استغل بقى اللبن اللي قاطع ده في احلى معجنات. الله الله، الا الشرش، لو انت عملت بالشرش بس شلت التجبن بتاع اللبن اللي اتجبن ده. لو شلتيه وعملت بس بالشرش، بتطلع لك معجنات ممتازة. تخيلي بقى، تخيلي لما يكون لبن فلاحي وربط كده منك. اضربيه كده مع المعلقتين السكر اللي احنا اصلا هنحطهم في العجين. تمام، علشان يدوبوا كده. ومفيش احلى من كده يا بنات. بسم الله ما شاء الله، هنا كان الكهرباء اللمبة قفلت. تمام، بس بصي شايفة خلاص هو كله بقى مع يعني اكنه رجع بقى حليب تاني. بس ما شاء الله يا بنات، على فكرة ده بيبقى طعمه حلو قوي، يعني اشطته فيه ما راحتش لا هنا ولا هنا، فبيبقى احلى كمان من الجبنة القريش. طبعا الجبنة القريش بتبقى خالية من الدسم، لا ده في دسمها وفي الدسم بتاعه وفي القشطة بتاعته وكل حاجة. تمام، لما بيكون اللبن فلاحي بيبقى تمام تمام كده وزي العسل. حط نخلين 4 كوبايات دقيق. حطيت معلقة كبيرة خميرة. حطيت ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة ملح أو نص معلقة صغيرة ملح. تمام. هنعجن بقى بالحليب اللي احنا ضربناها كده، اللبن اللي قطع معانا. يعني بصي بسم الله ما شاء الله، يعني تخيلي لقمة كده معجونة باللبن اللي قاطع ده. خيال يا بنات، طعمها اصلا وريحتها حلوه. على فكره الكماك ده بيتعمل من يعني بيتعجن بدسم، يعني سمنه، قشطه، الحاجات دي كلها علشان تطلعك لقمه طريه وطعمها حلو. تخيلي بقى ده. انا يعني ما حطيتش سمنه. انا ما حطيتش سمنه، بس الحليب ده كفيل ان يطلع من ايديكي الكماج القمر اللي انت شفتيه في الاول ده. والله يا بنات بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا كان اللبن زاد مني، فهزود ايه هنزل بقى كده على الكاونتر. وهنا حطيت يجي معلقه اهو، بس لسه هنزل بقى على الكاونتر. ولازم بقى عجينه يا بنات تخدميها. اخدمها ازاي يا ام مؤمن؟ اخدمها انك تعجنها حلو. احنا عاوزين عجينه مطاطيه لها عرق. معجونه حلو، يعني من 5 ل7 دقايق كده عجن حد. يعني بصي امسكوا في بعض يعني انت فاهمه. خدوا ودوا كده مع بعض، وما شاء الله هتطلع من تحت ايدك حته عجينه ملبن ملبن يا بنات. كل سنة وانتم طيبين، وتعملوا الخير كله والحلو كله يا رب، وانتوا في وسط حبايبكم، وتجمعكم ربنا دايما وما ينقصكوش ابدا. اللهم امين. شايفة؟ اعجني بقى، اعجني كده، لم الدنيا كده. حسيتها عايزة حبة دقيق حط لها. شايفة؟ بسم الله ما شاء الله. احنا عايزينها عجينة طرية بس ما بتلزقش في ايدينا. انا هقول لك دلوقتي على حاجة. اما تيجي بس ايه وقتها هحط كمان حق، على فكرة انا هحط برضو شوية دقيق كمان، يجي معلقتين كده زي ما انت شايفة. لا ما حطيتش. ما حطيتش انا بقى كده خلاص، انا هلم العجينه. شايفه هي ملزقه سيكه، بس انت بقى ما تخليهاش ملزقه شويه كده. انت فاهمه؟ يعني كان الظاهر باين ما كانش عندي دقيق خلاص احطه. فهي كانت محتاجه معلقه دقيق كمان. شايفه مطاطيه وزي العسل ولها عرق كده. احنا عايزينها كده، عايزين قوامها كده. تمام، احنا عايزينها عجينه طريه بس ما بتلزقش في ايدك. لا دي كانت بتلزق في ايدي شويه. شايفه؟ كانت بتلزق في ايدي سيكه. هحطها بقى ترتاح كده يجي نص ساعة ولا حاجة. الجو لو ساقعة زي كده سيبها ساعة ولا حاجة. لو حر نص ساعة واشتغلي فيها. تمام. ولو ساقعة قوي ده في الفرن بس دقيقة واحدة وفيليه وقوم حطاها. تمام، وهتسيبها نص ساعة في الفرن الدافي ده، وهتبقى حلوة قوي. تمام، احنا اصلا مش هنخمرها تخمير قوي يعني، عشان احنا كده كده هنسيبها ترتفع. وهي اصلا يعني احنا هنقرصها دلوقتي، وهنسيبها تهدى تخمر شوية، وبعدين هنفردها وهنسيبها برضه. لازم الراحة،
لازم الراحة للعجين ده يا بنات علشان تطلع نتيجة حلوة وانت ترتاحي كمان وانت بتفرديها. وطبعا هتطلع لك نتيجة حلوة، فانت هتبقي مرتاحة اصلا، نفسيتك هتبقى مرتاحة لما تطلعي كده ايه، يطلع من تحت ايدك كده حبة كماج زي العسل. قد الليمونة كده، قد الليمونة الكبيرة كده قطعيها، ما تكبريشي علشان خاطر يعني يبقى مقاسها حلو وتبقى حلوة كده وتنفخ معاكي بسرعة. بسم الله ما شاء الله يا بنات. الفيديو بالله عليكم لو عجبكم الإعجاب وتعليق صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على فكرة أنا نزلت لكم شورتز قبل كده، يعني في أول رمضان، في رمضان نزلت شورتز، بس ايه، ده بقى بالتفصيل اللي هو ايه، يعني اللي ما بيحبش الحاجة تبقى بسرعة، لأن الشورتز بيبقى آخره 3 دقايق، يعني ما ينفعش إن أنا أزود، ما بيزيدش عن 3 دقايق. تمام، فده بالتفصيل كده اللي بيحب ايه يتمعن كده في الفيديو عشان يعمل الحاجة مظبوطة وتطلع منه من تحت ايده حاجة صح كده وتمام. بسم الله ما شاء الله يا بنات، ال18 رغيف دول من 4 كوبايات او قولي 5 كوبايات دقيق بالزيادة اللي احنا حطيناها. بصي والله من اول يعني ال18 كلهم نفخهم. وهنشوف دلوقتي طريقة التسوية في فرن البوتاجاز كمان. الطريقة بقى اللي من الاخر اللي هي ايه بتعمليها هتطلع كده، هي كده كده هتطلع معاكي حلوة ناجحة بإذن الله. طبعا رش الدقيق كده تحت وفوق سيكه. المفروض اصلا ما تحطيش الدقيق تحت ولا فوق، بس انا عشان بقول لك هي كانت ملزقه شويه، فكانت بتلزق في الرخامه، فانت ما تخليهاش ملزقه في ايدك، يعني انت فاهمه، خليها عجينه طريه بس مش ملزقه. تمام كده، تمام كده. طبعا في الوقت ده احنا جايبين ملايه حاجه قطن كده. شوفي بقى ايه قطن عندك وحطيه، وهنحط الرغيف على وشه. يعني ايه، هنقلب الرغيف على وشه، هنخلي الظهر فوق والوش تحت. تمام، انا بقلبه دلوقتي، هوريكي برضه دلوقتي انا عملت ايه. كده خلصت الكميه، ال18 رغيف اهو. بقول لك انا قلباه ده وشه، واللي فوق ده وشه. هقلبه، هو ده ظهره، اللي فوق ده ظهره. تمام. وعملت برضو حط طبقة كده برضو من الملاية وحط فوق. تمام كده زي ما انت شايفة. طبعا في الوقت ده بقى ولع الفرن على نار عالية من تحت بس. تمام. وهحط الشبكة في الفرن من تحت، وهسخن الصينية قوي. لازم الصينية او الصاج اللي انت هتدخليه هتحطي عليه العجين في الفرن لازم يكون سخن جدا يا بنات. يعني شوف انا ماسكاها اهيت بقطعة قماش، لازم تبقى سخنة قوي. تمام. وهقلب بقى الرغيف وهحطه انا باخد وبقلب على طول. خلاص الفرن معانا بقى حامي، هنحطه بقى في الفرن دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله. واول ما تلاقيه نفخ خلاص من تحت، لازم نار عاليه يا بنات، انا باكد عليكم من تحت لازم نار عاليه. لو فرنك بيولع فوق وتحت مع بعض، ولعي فوق وتحت هيبقى عسل قوي. شايفه الجمال. الشبكه حطاها في المجرى اللي فوق الصاج على طول، ومعليه الفرن على الاخر. تمام. اول ما تحسيه خد لون من تحت اطفي من تحت بوتاجازي، لازم عشان اطفي اولع من فوق لازم اطفي من تحت الاول. انت بوتاجازك بيولع من فوق وتحت هتلاقي خد اصلا اللون من فوق وتحت كده وحلو قوي. تمام. هحطه بقى كده في بلاستيكيه عليها في قلبها فوطه. وعايزه بقى تدهني الوش، لان طبعا حاطه الدقيق تحت وفوق، فهو هتلاقيه مغير سيكه معاكي. تمام. هدهنها بقى ايه دهنة زبدة كده. عايزة تدهنها مية عادي برضو عادي، ما فيش اي مشكلة. عايزة تدهنها سمنة، بق لبن كده سخنيه، دفيه وادهني بيه بالفرشة، الفرشة السيليكون كده عادي برضو اي حاجة. الصينية برضو لسه سخنة معانا، ولازم تبقى سخنة يا بنات. تمام. هنحط بقى دول في قلب الفرن تاني كمان. والله يا بنات ال18 رغيف بسم الله ما شاء الله كلهم اتنفخوا، كلهم خدوا لون حلو وطعمهم حلو قوي، ريحتهم حلوة خير كده ودفى في البيت جميلة زي ما انت شايفة كده. دول هدهن وشهم حتة زبدة كده صغيرة، هدهن وشها كده علشان التجيرة بس بتاع الدقيق. ما انا عشان كده انا بوريك الزبدة اهو، عشان كده بقولك ما تخلوش يبقى ملزق في ايدك، عشان ما تحطيش دقيق ولا فوق ولا تحت. شايفه الجمال، ياخد لون من تحت كده، اطفي من تحت وولع من فوق، وهيطلع بالقمر اللي انت شايفاه قدامك ده. بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايفه كده اهو، كميه اللهم بارك.
يعني يعني ايه، مش عايزة اقولك ان بصي البيت اللي هيدخل من باب الشقة عندك هيقول ايه الله، ايه الريحة الجميلة ديت، انت عاملة ايه حلو. يعني هي مش قرص، معجونة بحليب، ومعجونة ومحطوط طبعا الحليب فيه القشطة بتاعته وكل حاجة. إيه بس مش قرص، بس ما شاء الله تحفة قوي يا بنات. مع حبة كفتة بقى كده وطحينها، الله طعمية، طعمية بقى وعلى طماطم وبتاع ده بطاطس مثلا جميلة، بسم الله ما شاء الله، وطحينة برضو، فول، إيه جبنة وقوطة، اي حاجة اي حاجة يا بنات، بسم الله ما شاء الله. إيه يعني هو شغال ملوخية، شغال كل حاجة معاكي واي حاجة حاف كده والله يا بنات، من غير اي يعني من غير كلام، لو انت كلتيه كده من غير اي غموس ولا اي حاجة، هو طعمه حلو لوحده من غير حاجة يعني، وما حطيناش سمنة كمان، فهي قشطة كده مع اللبن مع الشرش مع كله حلو قوي. استغلي اللبن لما يكون قاطع عندك، ده كنز، ما اوعي ترميه، ده انت تفرحي ما تزعليش. ده في اصلا ناس بتخسره يعني، بيبقى كويس بس بتخسره، بتحط معلقة خل بحيث يقطع كده وتشتغل بيه، يعني تحفة جدا، شايفة الجمال. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله يا بنات، منفوخ كله. اللقمة حلوة، ريحتها حلوة، طرية، معجونة بلبن، لقمة معجونة بلبن يعني، وقشطة وكلام من ده، فهتبقى ايه؟ قولوا لي بقى هتبقى ايه كده، قولوا لي في التعليقات. جربيها وقولي لي في التعليقات. إيه لو بقى ان شاء الله هتعجبك، قولي لي تسلم ايدك يا ام مؤمن بالله عليك. إيه ما عجبتكيش قولي لي ده وحشة يا ام مؤمن، وما عدتش هتابعك. تمام تمام. إيه الفيديو بالله عليكم لو عجبكم الاعجاب وتعليق، صلوا على النبي وبحبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.